عمركم سمعتوا على شباب واجهوا فتن عظيمة وهربوا باش يحافظوا على الإيمان ديالهم؟ قصة ديال الصمود والإيمان من أروع القصص في التاريخ، واللي كتبين لنا رحمة الله وعظمته. تابعوا معايا حتى الأخير باش تعرفوا تفاصيل ديال القصة اللي غتنور لكم حياتكم بحول الله. بقاو معايا وسمع القصة، وبمجرد تعرف شكون هما هاد الشباب اذكرهم في التعليق. قبل ما ندخلوا في القصة نذكركم دائما بواحد السنة مهجورة، وفي كل حلقة إن شاء الله في السلسلة ديال القصص من القرآن غنذكركم ونذكر راسي ديما بشي سنة مهجورة، وهكذا في جميع الحلقات. السنة المهجورة يا إخوان بكل بساطة كل صلاة دي معك هذا، دي معك هدف كل صلاة، راه سنة السواك أو عود الأرق، مهم سميه كما بغيتي، كل صلاة دي معك هذا بحول الله سنة. دعونا نبدأ في قصتنا. وفقنا الله وإياكم، والدعم ديالكم مهم سواء بالبارطاج ولا اللايك ولا التعليق. إن كنت لا تريد فعل شيء من هذا الشيء فقط دعي معنا وكمل هذا الفيديو حتى الأخير واستفد وبلغ لتكون لي ولك أجرا عظيما بحول الله. ودابا خليونا ندخلوا في القصة مباشرة. السلام عليكم ورحمة الله. اليوم جايب لكم واحد القصة مميزة من قصص القرآن، وهي قصة أصحاب الكهف اللي ذكرها الله سبحانه وتعالى في آيات عظيمة، وكنحسوا من خلالها رحمة الله وحكمته. في زمان ملي كان الظلم والشرك كانوا هاد الشباب أصحاب الكهف مؤمنين بالله بوحدانية تامة، وملي شافوا أهلهم وقبيلتهم كيعبدوا الأوثان وكيعصوا الله ما رضاوش على هاد الحال. شوف الغيرة، داروا قرار شجاع وصعيب بزاف، صعيب علينا حنا باش نكونوا واقعيين، وهو أنهم يهربوا من فتنة الكفر والشرك ويبعدوا ريوسهم على شي حاجة ما كايناش في طريق الله. هاد الشباب ملي وصلوا للكهف كانت عندهم قناعة كبيرة في الله سبحانه وتعالى، وطلبوا منه الرحمة والرشد في طريقهم. في القرآن كنقراو الآية اللي قال فيها الله سبحانه وتعالى ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا الدعاء كيعبر على حسن التوكل ديالهم، بحيث طلبوا الله سبحانه وتعالى أنه ينجيهم ويوجههم للصواب. الله سبحانه وتعالى استجاب لهم وبعث لهم الرحمة ونعسهم في الكهف سبحانه، وخلى الشمس كل صباح تميل على الجنب باش ما تضربهمش بالضوء، وتبقى الأجسام ديالهم تتحرك كما قال الله سبحانه وتعالى ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. هذه رحمة كبيرة من الله سبحانه وتعالى باش يحافظ عليهم من الهلاك أو التلف. ومن فاقوا بعد 309 عام اكتشفوا أنهم فات عليهم قرون وتغير العالم، والناس اللي كانوا كيعيشوا معهم ولاو مؤمنين، وهذه الفتنة اللي هربوا منها انتهت. العبرة هنا يا إخوان هو كيفاش الإنسان ملي كيآمن بالله وكيبعد على طريق الفتن الله كيرحمه وكيعاونه وكيخلق له الظروف باش يثبت على الإيمان ديالو. كيف ما الله حافظ على هاد الشباب، راه ربي حتى حنا يقدر ينجينا من فتن الدنيا إذا تمسكنا به. فحياتنا اليومية عندنا بزاف ديال الفتن، فتنة المال، فتنة الشهرة، فتنة المواقع، فتنة الفيسبوك والعديد من الأمور. ولكن العبرة اللي كنستافدوها هي أن الإيمان واللجوء إلى الله كيبقى أقوى سلاح. وإلا لاحظتوا هذه القصة راه فيها عبرة خاص ترد ليها البال، هي أننا كل ما تقربنا الله سبحانه وتعالى وهو عارف أن النية ديالنا فيها إيمان راه كيعاوننا باش نهربوا من الفتن، كيدير لنا سبل باش ننجيو ريوسنا. إخواني أخواتي، ما تنساوش تقراو سورة الكهف كل جمعة باش نتعلموا منها هاد العبر ونقويو صلتنا بالله. بارطاجيو الفيديو مع ناسكم باش توصل الرسالة للناس اللي محتاجين يسمعوها، وديما خليو القرآن والسنة هما النور ديال الطريق ديالكم. ذكرني الله وذكركم لما فيه خير دائما. اللهم قوي إيماننا. نلتقي في حلقة جديدة وسنة مهجورة في فيديو جديد.
كونوا في المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.